مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم النهاردة عن الحلقة الثالثة من الموسم الثالث لشارك تانك ايجيبت. الحلقة النهاردة كان فيها 3 شركات مقدمين زي ما هم عودونا، ولكن الملحوظ بقى ان احنا وصلنا للحلقة الثالثة في الموسم، واغلب الشركات اللي مقدمة هي بتقدم برودكتس مش شركات سيرفيس او تك. وده الحقيقة حاجة كويسة، لان ده انا كنت شايفه من الاخطاء اللي كانت موجودة في اعداد البرنامج في الموسم الاول. المستثمرين اللي موجودين او الشاركس اللي قاعدين اغلبهم رجال صناعه، كانوا بيعرضوا عليهم اغلب الناس بقى الشركات اللي بتعرض شركات تك. الفالويشن بيختلف قوي لما تبقى شركه مصنعه او شركه صناعه، غير لما تكون شركه تك او بتعمل موبايل ابلكيشن، وضع بيبقى مختلف تماما يعني. وبالتالي اغلب الشركات في الموسم الاول ما قدروش يعملوا اوفرز او ياخدوا اوفرز كويسه من الشاركس. ومعلومه على جنب الموضوع كده، ان طبعا بيتقدم ناس كتير لشارك تانك، الناس دي بتعدي في فلتريشن بانلز مختلفه وكتير. الشاركس ما بيبقاش ليهم اي دور عليها، الكلام اللي بيعمل الكلام ده هو فريق الاعداد بتاع البرنامج، مرحله في مرحله في مرحله، لغايه لما بيصفوا على الشركات اللي هتتقدم قدام الشاركس. والشاركس بيتفاجئوا في لحظه التصوير، لحظه فتح الباب، مين الشخص اللي داخل، وهيبداوا يسمعوا لاول مره هو بيقول ايه. اجمالي الاستثمار في الحلقه دي كان حوالي 21 مليون جنيه. في شركتين بصراحة قدموا بيتش مميز جدا، واستمتعنا بالنقاش بينهم وبين الشاركس. والشركة الثالثة ما توفقتش وما قدرتش تاخد أي عروض، ولكن أعتقد إنها استفادت قوي بالنيجوشيشن اللي حصل بينها وبين الانفستورز. كمل الحلقة للآخر لو عايز تعرف ده حصل إزاي، ومين الشركة اللي دخل مع ال5 شاركس اللي كانوا موجودين النهاردة، وإيه الفكرة العبقرية اللي كانت مميزة قوي في الحلقة دي. فيت فريش أكتر بيتش حماسية حصلت لحد دلوقتي. محمد ومحمود 2 دكاترة اخوات شغالين في السوق من 2017، وواضح ان هم بيحبوا اللي هم بيعملوه كويس قوي. والشيء التاني اللي واضح قوي ان هم بصراحة دحيحة جدا، واضح ان هم بيذاكروا كل التفاصيل، ذاكروا بيزنس كويس قوي، قدموا بيتش فيها كل العناصر اللي المفروض تبقى موجودة في اي بيتش بتقدم قدام مستثمرين. كانوا قايمين شركتهم بحوالي 100 مليون جنيه، وكانوا طالبين 10 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة بتاعتهم. فيت فريش شركة أو مطعم بيقدم وجبات صحية بكالوريز قليلة، أو بشكل عام نيوتريشن فاكتس عالية، ولكن مع الحفاظ على الجودة والطعم، وإنك تكون بتستمتع وإنت بتاكل. من ناحية البيزنس بقى، هم باصين على شوية مودلز كده ما قالوهاش بشكل صريح، لكن أنا شفت ده الموديل بتاع بلبن وغيره والشركات اللي طلعت في الخليج، فهم عايزين يروحوا للجزئية دي. هم بدأوا الشغل بتاعهم في المنصورة، وبصراحة في كام نقطة هم قالوها في البيتش بتاعتهم عجبتني جدا. أول نقطة كانت النت بروفيت بتاعهم، إن هو بيلعب حوالين 17%، وده رقم كويس قوي بالنسبة للكاتيجوري ده من الصناعات. فكرة إنك تبقى مطعم وبتحقق صافي 17%، ده رقم كويس قوي ولفت نظر أيمن عباس. ولكن اللي عجبني أكتر بقى إن هم كانوا شايفين وواضحين قوي في الموضوع دوت، ان النسبه دي هتقل لما يعوزوا يكبروا بسرعه جدا. يعني كانوا شايفين ده كلير، ووضحوا لي الانفسترز ان انا لو اتحركت اسرع النسبه دي هتقل شويه. اغلب النقاش وردودهم كانت ماشيه كويس قوي والدنيا تمام، لغايه لما جم عند نقطه كلنا اتصدمنا فيها، وكانت سقطه من سقطاتهم في البيتشنج ده. لما العروض اللي بدات تتقدم لهم ما كانتش مناسبه قوي بالنسبه لهم، فواحد منهم قرر انه يعلق او يقول كلمه طيب انا هقول لكم نقطه كمان عشان تحمسكوا شويه ان تدونا اوفرز احسن من كده. للاسف النقطه اللي قالها ان هم احنا الشركه الوحيده اللي تقدر تقدم وجبات للموظفين في الشركات. طبعا الكلام كان بالنسبه لمحمد فاروق صادم، يعني ايه الشركه الوحيده اللي ممكن تقدم؟ هو طبعا هو قصده ان الاكل بتاعنا هيلسي ومش هيعمل خمول للموظفين، ولكن الكلمه صادمه. وبشكل عام في شركات كتيره قوي بتعمل كيترينج للشركات، والشركات كبيره زي فودافون واتصالات وغيرهم، فالفكره موجوده مش حاجه جديده. فهم حسوا ان هم بداوا يتلخبطوا، حتى قالوا لهم لا ما تغيرش بقى، انت كنت ماشي كويس قوي، فايه ما تقولش حاجه غلط. يعني من التعليقات بتاعت الشاركس بصراحه اللي انا استغربتها، وهم كمان كانوا بيقولوها، ان فكره ان سوق المنصوره سوق صعب قوي. بصراحه انا ما عشتش هناك، ولكن المعلومات اللي عندي ان سوق المنصوره هو سوق ترندي جدا، وكمان القدره الشرائيه فيه بالذات في الموضوع بتاع الاكل والمطاعم والحتت دي مش قليله خالص، يعني قريبه جدا من القاهره. يعني لو حد عنده معلومات على الحته دي يا ريت يقول لنا. نيجي بقى للعروض اللي اتقدمت لهم. دينا غبور واضح ان كان عندها قصه او يعني هيستوري في موضوع التخن والخسسان، وهي قالت كده
فهي من اوائل الناس اللي ادت اوفر حتى قبل ما تسمع بقيه النيجوشيشن بتاع الشوركس. فهي عرضت عليهم 10 مليون جنيه اللي هم طالبينهم، ولكن مقابل 35% من الشركه بفالويشن تقريبا كده حوالي 28.5 مليون جنيه. برضو محمد فاروق واحمد طارق ادوا نفس العرض بالظبط، ولكن كان الزياده ان محمد فاروق عرض عليهم انه عنده مكان ينفع سنترال كيتشن. طبعا هو هيأجر لهم، ولكن هو هيسبورت في الحته دي، واكيد هيبقى ايجار اقل شويه من سعر السوق. ولكن الثلاث عروض كانوا بالظبط زي بعض، وعشان كده هم اتلخبطوا، وده اللي خلى ايمن عباس ما يكملش او ما يديش اوفر، لانه كان هيدي تقريبا نفس الاوفر. فقال خلاص انا مش هلخبطهم اكتر من كده، واختاروا من الثلاث عروض دي. في اللحظه دي بقى احمد السويدي قرر انه يتدخل وعرض عليهم جزء زياده شويه 12 مليون مقابل 35%، لانه كان واضح ان هو عايز ياخد الاوفر دوت. ده على الفالويشن شويه لتقريبا حوالي 34 مليون، ولكن برضه بعيد قوي عن الفالويشن اللي هم كانوا طالبينه اللي هو ال 100 مليون. وده عاده اغلب الشركات بيحصل معاها كده في شارك تانك. خرجوا بره يتناقشوا مع بعض وحاولوا ان هم بعد ما رجعوا يقللوا شويه الايكويتي اللي هتتباع من الشركه، لان طبعا 35% هيتباع في المرحله اللي هم فيها مش رقم قليل. في النهايه قدروا يعرضوا كده على الشاركس ان هم ممكن نقلل بكي بي ايز معينه او ناخد مانجمنت فيز. اخر عرض اتقدم كان عرض احمد السويدي 15 مليون مقابل 35% من الشركه، وده تقريبا فالويشن حوالي 43 مليون، وده رقم احسن من الارقام الثانيه اللي اتقدمت، زائد ان هم هياخدوا 10% مانجمنت فيز. وده الاوفر بصراحه انا كنت شايفه ممتاز، ولو مكانهم كنت هاخد الاوفر ده. شركه عبد العزيز المصري، يوسف المصري هو احد احفاد عبد العزيز المصري، جه قدم برزنتيشن من 4 دقايق كلها ايموشنز، عواطف بشكل كبير جدا. اتكلم فيها عن تاريخ طويل قوي للشركه، او بمعنى ادق تاريخ طويل لاجداده. من وجهه نظري القصه اللي بدأ بيها يوسف النهارده ما كانتش احسن اختيار للبيتشنج. وكلمتي بقول اختيار لان احنا لما بنيجي نحضر البيتش ديك ونقعد نقول ايه اللي هيتقال، بيبقى فيه سيناريوهات كتيره معروضه، وبتختار ايه افضل حاجه من وجهه نظرك اللي هتاكل بيها، لان الوقت البيتشنج بيبقى محدود. القصه كان فيها تاريخ طويل موجود للشركه، بيرفلكت دايما ان انا مستني اشوف حاجه عظيمه قوي موجوده النهارده، لكن بعد كل القصه دي المبيعات حوالي 5 مليون جنيه في السنه، ودي بتبقى حاجه بالنسبه للناس غريبه جدا. فالقصه خدمتني في ايه؟ وما قالش هو وقفوا ليه او حصل مشاكل في الشركه ليه، وازاي هو جاي يعالج المشاكل دي. فهل كان المفروض يقولها؟ ما يقولهاش. لو انا مكانه ما كنتش هختار ان انا اقولها، او لو هتتقال مش هكمل بقيه البيتشنج بالشكل ده. الغلطه الثانيه بقى كان ليها علاقه بالدعايه. يوسف وناس كتيره للاسف بيقعوا في الغلطه دي لما يجي يعرض قدام انفستورز، فيقولوا ده احنا وصلنا للمبيعات دي من غير ما بنعمل اي دعايه. من غير ما بتعمل دعايه ده معناها ان انت مش بتحرك في الاتجاه الصح في البيزنس. وعلى فكره مش كل الدعايه مكلفه. انا ممكن اقول انا بعمل دعايه بطرق 1 2 3 عشان اوفر شويه، او انا معيش فلوس اعمل ده دلوقتي لكن انا عايز اعمل كده قدام، لكن انا مش بعمل دعايه. ده مش طريق اداره بيزنس مظبوط. النقاش مع يوسف ما كانش واخد وقت طويل قوي، لان اغلب النقط ما كانتش شاده الانفسترز الموجودين، ولكن السويدي دخل قال تعليق مهم قوي اتمنى ان يوسف يحطه انتو كونسيدريشن ويتعلم منه كويس. السويدي بعد ما شاف الكتالوج لقى الاصناف اللي موجوده او البرودكتس رينج كبيره جدا، فقال له انت لو عايز تعمل ماس برودكشن وبتفكر انك تنافس المنتجات الصيني لازم تقلل العدد ده. والحقيقه انا شخصيا اتعرضت ده في شركتي لما بدات. انا كنت مركز في برودكت واحد، وكان بيظهر جنبي منافسين بتعمل 2 و3 و4 و10، وبصراحه في الاول يعني كنت بغير شويه كده واحس ان طب احنا ليه مش بنعمل منتجات كتيره. الحقيقه ان اغلب الشركات دي ما قدروش يكملوا في الماركت، واحنا كملنا عشان كنا مركزين في برودكت واحد، عارفين نعمل ماس برودكشن. بعدين اتنقلنا لاكتر من برودكت بالتدريج عشان كل برودكت يبقى واخد حقه وبيطلع بالكواليتي المظبوطه بماس برودكشن صح. المشكله بقى كانت في رد يوسف على السويدي لما علق هذا التعليق، انه قال له ان احنا حاليا مركزين في 6 برودكتس بس، وان الكتالوج ده كان قبل ما نتوقف في 2012. طب انت جاي النهارده في 2024 عارض كتالوج قديم ليه؟ وزي ما في حلقات تانية انا ساعات بعلق بصراحه على الشاركس لو يسمحوا لي في شويه نقط كده انا بستغربها. يعني ايمن عباس قال له طب انت لسه تحت ال 50 مليون جنيه مبيعات، ليه ما تروحش تاخد قرض؟ الحقيقه ان النظام المصرفي في مصر وحتى المبادره اللي موجوده بتاعه القرض هي بتسمح لغايه 8 مليون جنيه على فكره قروض، وهو طالب 5 مليون فده في الليمت، ولكن مبيعاته اساسا 5 مليون. لا يمكن يقدر ياخد اعتماد انه ياخد قرض بالرقم دوت
في المبيعات دي مش هيقدر ياخد 5 مليون وهو اصلا مبيعاته كلها 5 مليون، يعني بالكتير ممكن ياخد حوالي 700 او 800 الف جنيه. فبحس ان ساعات في توجيه كده للنصايح ما بتبقاش احسن حاجه. يعني بعد النقاش ده يوسف للاسف خرج من غير ما ياخد اوفرز من اي حد من الشاركس، ولكن اعتقد ان هو اتعلم من الاسئله اللي اتوجهت له والتعليقات اللي اتقالت عليه. الفارس للتنميه الزراعيه، الشركه دي بجد كانت مفاجاه الحلقه النهارده، جايه وعملت صدمه لكل الناس اللي قاعدين. انا بصراحه اول مره اشوف محمد فاروق بالتعبيرات دي من الموسم الاول والتاني والكام حلقه اللي في الموسم الثالث. عمره ما كان مصدوم بالشكل ده. كانوا جايين وطالبين 5 مليون جنيه مقابل 15% من الشركه، يعني مقيمين الشركه تقريبا بحوالي 33 مليون جنيه. طب ايه الموضوع بقى؟ الصراحه هم شغالين في حاجه غريبه قوي، بيعملوا استنساخ للنباتات. يعني بيجيب النبات ويطلع لك زيه بالظبط. الفكره دي على كلامهم ان كانت الميزه فيها ان هو ما بيعتمدش على البذور، لان البذور بتاخد مواصفات من الام ومواصفات من الاب، لكن لو انا عايز اطلع مواصفه زي زرعه معينه فده الاب بس لازم تتم بطريقه الاستنساخ. محمد فاروق بقى بالذات كان مبهور او كان مبلم حرفيا بسبب اللي بيتقال، لان هو تقريبا داخل في بروجكت ليه علاقه بالفارز وجايب حاجات من بره ودافع فلوس كتيره جدا. لما عرف ان هم ممكن يستنسخوا ده بكل سهوله، الموضوع بالنسبه له قال كده دي تبقى مصيبه. بصراحه كانوا جايين محضرين للحلقه كويس وبيقولوا كلام مظبوط، وواضح ان في علم في كلامهم، عندهم نو هاو قوي، يمكن مش بتوع بيزنس قوي ولكن هم عارفين هم بيعملوا ايه. الحاجه بقى اللي انا واخد بالي منها بصراحه في يعني دي 3 حلقه، ان احمد طارق متسرع شويه او في كلام مش بيركز فيه قوي في البيتشنج. الراجل كان بيتكلم وبيقول ان هم يقدروا يعملوا استنساخ ده وياخدوه لو في اي امراض وراثيه او امراض موجوده في النبات ان هو ما ياخدهاش في عمليه الاستنساخ. احمد طارق استقبل الكلام ان النبات اللي هيستنسخ ده مش هيجيله اي امراض بعد كده، وحاول يزق في الحته دي، ولكن الحمد لله الراجل كان واخد باله ووضح ان هو ما قالش كده، هو هينقله او هيستنسخه من غير امراض، ولكن ممكن يجيله امراض بعد كده، هو محتاج في الاخر رعايه. التعليق على الفقره دي بالذات محتاج كلام علمي اكتر ما هو كلام ليه علاقه بالبزنس. هم بيعملوا الاستنساخ ده بيتم الاول جوه برطمانات كده مقفوله ببيئه مقفوله، وقدموا هدايا للشاركس من الاستنساخ اللي هم عاملينه ده. وبعدين تقريبا في مرحله تانية اسمها الاقلمه، ان النبات ده بعد ما بيستنسخ ويعيش المفروض يتحط في صوبة عشان يتأقلم على البيئة بتاعة مصر. الكلام ده هم قالوا ان هم بدأوا فيه من سنة بس يعملوا موضوع المرحلة التانية اللي هي مرحلة الأقلمة. المرحلة دي قالوا الصوبة الفدان بتتكلف حوالي 10 مليون جنيه، ودي النقطة بصراحة اللي من كتر الصدمة بتاعة الانفستورز بالموضوع نفسه ما سألوش طب انتوا جبتوا 10 مليون جنيه دي منين وانت جاي اصلا طالب 5 مليون جنيه، ولا عشان الصوبة مش شغالة بالإنتاجية الكاملة بتاعها. هم قالوا إن الصوبة ينفع تنتج 1,000,000 نبات، وهم حاليا بيجهزوا فيها أقلمة 200,000 نبات، وبرضو ده رقم كبير حوالي 2 مليون جنيه لو افترضنا يعني إن تكلفة الصوبة في النباتات، ولكن أعتقد إن تكلفتها أكتر في الصوبة نفسها عشان تعرف تعمل كلايمت كنترول. وللي ما يعرفش الصوبة دي، انت اكنك عندك مساحة معينة بتقفلها وتبدأ تتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والتهوية بشكل معين عشان تعمل مناخ معين للنبات اللي جوه انه يقدر يعيش فيه. محمد فاروق من الصدمة في الاول قال ان هو مش هيدخل معاهم، ولكن اعتقد انه قاعد يفكر انه لقى انه احسن حل يأمنه هو شخصيا انه يبقى متواجد معاهم، بالذات لما هم قالوا ان هم ما عندهمش مشكلة ينقلوا النو هاو ده لاي شريك معاهم في الشركه. هم مش عايزينه يبقى كونفيدنشال ومحدش تاني يعرفه، طالما انت شريك معايا ممكن تعرفه. ولكن بصراحه الحركه اللي ما عجبتنيش لما لقاهم هم ناس مش بتوع بيزنس، رغم الحاجه اللي معاهم قويه قوي، هو اداهم اوفر قرص عليهم جامد، هيديهم الفلوس اللي هم عايزينها ولكن مقابل 40% من الشركه. فانا بصراحه الحركه دي ما عجبتنيش قوي. بعد ما محمد فاروق عرض العرض دوت، السويدي بعديه قال خلاص انا هدخل معاه في الاوفر ده لو هو يوافق، وما كانش فيه مشكله عند محمد فاروق، وبالتالي نفس العرض اللي هو ال5 مليون جنيه مقابل ال40% من الشركه. ايمن عباس بصراحه حاول ينقذهم شويه فاداهم نفس الاوفر ولكن مقابل 30% من الشركه بفالويشن في حدود 17 مليون جنيه. كده بقى فيه تقريبا 3 شاركس مقدمين عروض. احمد طارق يعني فكر قال طب ما ندخل انا ومع محمد فاروق
ومع السويدي، وندخل احنا الثلاثه بنفس الاوفر ال5 مليون مع ال40%. الموضوع بدا يزيد، في 3 شركات عايزين يخشوا مع بعض، فايمن عباس ودينا غبور قالوا طب يا جماعه، طب ما ندخل بقى احنا ال5 كلنا مع بعض. وفي الاخر وصلوا لديل ان هم يدوهم 6.25 مليون جنيه مقابل 50% من الشركه، خدوا نص الشركه على نفس الفالويشن 12.5 مليون. اعتقد ان ده ما كانش احسن اوفر هم يحصلوا عليه من الناحيه الماديه، لان اللي معاهم ده لو فعلا حقيقي يسوى اكتر من كده بكتير. والجميل ان هم قالوا ان هي دي مش اختراع، ده موجود ولكن موجود بشده قوي في سوق الموز، وبالتالي دي حاجه متجربه وسوق كامل قايم عليها، وبالتالي هي فكره نجاحها تقريبا almost 90% او above. لكن في النهايه هم بصراحه محتاجين ناس بزنس معاهم، هم خدوا 5 شركس كل واحد هيشتغل في اتجاه عشان يكبر الشركه دي ويخليها اكبر شركه زراعيه في الشرق الاوسط. واعتقد خلال 5 سنين الاسم ده هيبقى مسمع في كل حته في الشرق الاوسط. وبكده بقى عرضت ال3 شركات اللي عرضوا في الحلقه دي. لو مهتم تعرف تفاصيل عن بيزنس بعينه، استنوا الحلقات اللي هتنزل عن كل بيتش منفصل من شرح تانك.